بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الناس طيبين في مغربنا الحبيب وفي الجزائر الشقيقة قاوة مكان هداوة في الوطن العربي والإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جالية العربية والمسلمين في أوروبا، الله يحفظكم ويحفظ بلادكم من كل شر وسوء ومكروه، ولنرطب ألسنتنا بذكر الله والصلاة والسلام على خير الأنام حبيبنا قائدنا شفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جمعة مباركة للجميع. إخوتي الجزائريين والمغاربة، ونحن في سنة 2024 في هذا اليوم الأغر، يوم عيد المؤمنين الجمعة، نسائل أنفسنا: ألم يحن الوقت باش نقول لأنفسنا الله ينعى الشيطان وكفى الله المؤمنين شر القتال، ونفتح صفحة بيضاء ملؤها المحبة والأخوة والتآزر والتضامن والتعاون، ونطوي صفحة سوداء بسوادها وسلبياتها وأخطائها وزلاتها؟ أم تبقى دار لقمان على حالها، ويبقى الجفاء بيننا، ويبقى التلاسن والسب والشتم والتفرقة، لنفسح المجال لذوي القلوب المريضة والعقول بين قوسين الخامجة التي لا تنظر إلا السم لتفرقة بين شعب واحد في دولتين، الشعب المغربي والشعب الجزائري. ألم يأتي الوقت؟ أتى الوقت وفات الوقت. من المعيب ومن العيب ومن الحماقة أن نبقى أعداء في قصة وهمية صدقناها بسذاجة، نسجت خيوطها في البيوت المظلمة، وللأسف الشديد طبقت بدقة وبحذافيرها في بلداننا. أصبحنا أسرى للهوى، أصبحنا أسرى للأفكار الهدامة وأفكار التفرقة، ولدعاة تشتيت شمل المغاربة والجزائريين. مع العلم، وهذا لا يسري ولله الحمد على الشعب المغربي والجزائري، لكن هناك فئة قد تكون في المغرب كما قد تكون في الجزائر لها وظيفة، إما أن تكون وظيفة مدفوعة الثمن، أو بسجادتهم وبلادتهم ينفذون مخططات الاستعمار الجديد ببلادة دون أن يعود ذلك. نحن في سنة 2024، يعني بعد 30 سنة من القطع. العالم يتطور، العالم يتقدم، العالم يتحد اقتصاديا وسياسيا، وللأسف أوروبا نموذج. احنا مازال باقين انت جزائري، انت يا المنحط، انت يا الرخيص. المغربي يقول للجزائر، والجزائر يقول انت المروكي، انت كذا. أيعقل هذا؟ لا يعقل. نحن أمة أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالإسلام. تعرفوا شو هو الإسلام؟ هو كل الخير والخيرات في هذا الدنيا. راه ما كانش مسلم يقول لك أنا فقير، أي مسلم هو غني كيف ما كان نوع هذا. أهناك غنى كغنى اللي أعطاك الله عز وجل بإيمانك واعتناقك الإسلام. هذه نعمة لا تضاهيها أي نعمة. هذا غنى سبحان، نقول لله سبحانه وتعالى الحمد لك والشكر كما ينبغي لجلالك كل لحظة وكل ثانية. نحمد الله على ذلك. هذا الدين العظيم، دين الأخلاق، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت فيكم لأتمم مكارم الأخلاق. الشيء اللي خصنا، احنا خصنا مكارم الأخلاق، ونحن أمة الأخلاق. لا ينبغي أن نحتقر بعضنا البعض، أو نسب بعضنا البعض، أو نقسي بعضنا البعض. نعم، أخطاء تكون
الخلافات تكون، لكن في إطار من الود والإحترام. أن تتشبث بفكرتك من حقك، وأن تناقش من حقك، وأن تدافع عن فكرتك من حقك، لكن دون الغلو، دون أن نتجاوز الخطوط الحمراء إلى السب والشتم والاحتقار والإقصاء. نحن الآن في أحوج ما أحوج إلى بعضنا البعض. العالم لا يعترف بالضعفاء. اليوم العالم عالم تكتلات، عالم تكتلات، إما أن تكون أو لا تكون. إذن أحبتي الجزائريين، نضع اليد في اليد ونقول الله ينعل الشيطان. شوف ضر ولا تنزل، كان هناك مجاهلين نفسي أولا ولا كل المغرب ومزل، ما كانش. نحن إخوة، أحب من أحب وكره من كره. لن تفرقنا لا السياسة ولا الرضا ولا أي شيء آخر، لأن هناك أواصر قوية تجمعنا، أهمها آصرة العقيدة التي توحد ولا تفرق. واش كاين دخلنا عليكم الله الآن في هذا الوقت اللي يقول لنا أنت جزائري ولا أنت مغربي؟ عيب، شيء معيب مهين. نترفع عن هذه التفاهات وهذه السخافات. هذه راه غير تفاهات وسخافات، وانت كتظن بأنها أشياء مهمة. تفتخر على خوتك، تستعرض عضلاتك قوتك على من؟ على خوتك. كلانا ما يؤلم وما يبكي وما يحزن، والذي يؤكد هذا الكنز ديالنا هو القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. صدق الله العظيم. أخطاء تكون، خلافات تكون نزاعات، بل تصل بعض المرات، نسأل الله سبحانه وتعالى اللطف لكل المسلمين حتى الاقتتال. الحمد لله المغرب والجزائر كيف ما كان الحال عندنا قيادتان رشيدتان، أحب من أحد وكره منك. العاهل الكريم أخذ على نفسه صيانة العلاقات المغربية الجزائرية، وقال حفظه الله أن المغرب لن يكون منطلقا للسوء أو إداية الجزائر، بل أكثر من هذا وذاك. حفظه الله قال بأنه لا يقبل الإساءة إلى الجزائر، وهذه رسالة حضارية قوية يجب أن يلتقطها الإخوة ديالنا الجزائر. رغم أقول الخلافات السياسية العميقة التي عبد ربه من الواحد الذي لا يقبلها وتثير اشمئزاز وغضب شأن كل مغربي للسياسة، إن أنها قيادتهم رشيدة. لماذا؟ لأن الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة رحمه الله قال كلمة يجب أن نلتقط الإيجابيات ما خصناش. لن تقع حرب بين المغرب والجزائر من أجل الصحراء، مادام أن القيادات في كلا البلدين. أتمنى أن تكون الشعوب كذلك معينة لإيجاد حل توافقي لمسألة الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية، في إطار لا غالب ولا مغلوب، وفي إطار الكل رابح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يوحد كلمة المغاربة والجزائريين سياسيا وشعبيا، وتعود المنفعة والخير على البلدين اقتصاديا في جميع النواحي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.